فيلمنا بيبدأ سنة 1996 وبنشوف راجل اسمه جاك بيتمشى على الشاطئ لكنه بيلاحظ حاجة غريبة مدفونة بين الرملة، فبيروح يشوف الحاجة دي وبيكتشف إنها لعبة اسمها جومانجي. ولما بيرجع البيت بيدي اللعبة دي لابنه أليكس، لكن أليكس مش بيهتم بيها وبيقول مفيش حد دلوقتي بيلعب الألعاب القديمة أوي دي وبيركنها على جنب. وبيجي الليل وبينام أليكس لكنه بيصحى على ضوء غريب جاي من صندوق اللعبة، فبيفتحها وبيلاقي شريط لجهاز ألعاب طلع فجأة جوه صندوق اللعبة، فبياخده وبيشغله لكن بيطلع الضوء الأخضر ده من تاني وبيملى الأوضة وبيختفي أليكس. وبتمر الأيام لحد ما بنروح لسنة 2016 وبنشوف شاب اسمه سبنسر، واللي بيكون بيساعد زميله فريدج في عمل الواجبات بتاعته، وبيتفقوا إنهم يتقابلوا قدام البيت المهجور المرعب. ولما بيروحوا هناك بنكتشف إن البيت ده يبقى بيت أليكس اللي اختفى من 20 سنة. بعدها بيروحوا المدرسة وبنشوف بنت اسمها بيساني، واللي كانت فاتحة الموبايل في الحصة، فالمدرسة بتعاقبها عن طريق إنها هتقعد في المدرسة وقت أطول بعد ما الحصص تخلص. وبنشوف بنت اسمها مرسى، واللي بتتكلم مع مدرسة التربية الرياضية بطريقة وحشة، فبرضه هي كمان بتتعاقب. والمدير بيطلب إنه يشوف سبنسر وفريدج وبيعاقبهم هما كمان، وده لأنه عرف إن سبنسر بيكتب الواجبات بتاعت فريدج. فبيتحطوا الأربعة في البدروم بتاع المدرسة، وبيبقى مطلوب منهم إنهم ينظفوه كنوع من أنواع العقاب. وفي وقت ما هما بينظفوا بيكتشفوا جهاز أتاري قديم ومعاه شريط لعبة جومانجي، فبيشغلوا اللعبة وكل واحد منهم هما الأربعة بيختار شخصية من الشخصيات اللي موجودة، لكن فجأة أول ما بيختاروا الشخصيات بيطلع ضوء أخضر غريب من الجهاز وبينتقلوا كلهم جوه اللعبة. وأول ما بينزلوا اللعبة بيكتشفوا إن كل واحد فيهم بقى جوه جسم الشخصية اللي هو اختارها، وبتبقى بيساني مش مصدقة نفسها إنها بقت جوه جسم راجل، وده لأنها كانت فاكرة الشخصية بتاعتها ست لأن كان اسمه شيلي. وراحت تبص على نفسها في المية وكانت متضايقة جدا لما شافت إنها في جسم راجل كبير. أما فريدج فبيبقى في جسم راجل قصير، ومارسا بتبقى في جسم واحدة ست عادي. وبيكتشفوا إن كل واحد فيهم عنده وشم على إيده عبارة عن 3 خطوط. بس فجأة وبيساني جنب المية بيطلع فرس النهر من المية وبياكلها. وبيبدأ فريدج يتكلم عن فرس النهر وبيقول معلومات كتير عنه، بيكون مستغرب، فسبنسر بيقول له ده بسبب إن شخصيتك عندها علم كبير بالحيوانات. وبيكونوا فاكرين إن بيساني ماتت، لكن بعد ثواني بيلاقوا إنها نزلت تاني عليهم من السماء. ولما بتصحى بيساني بيجي فرس النهر من تاني عشان يهاجم عليهم، فبيطلعوا يجروا في الغابة لحد ما بيلاقوا شخص بعربية وبيركبوا معاه، والشخص ده يبقى اسمه نيجل. فبيتكلم معاهم نيجل وبيعرفهم بنفسه، وبيكتشفوا إنه مش شخص حقيقي وإنه مجرد شخصية من شخصيات اللعبة مبني على أوامر معينة مش بيعمل غيرها. فبيعرفهم على قدرات كل شخصية فيهم، وبيقول لهم إن قوة سبنسر إنه عالم آثار مشهور ومعروف إنه شخص شجاع وقوي، ومارسا خبيرة في فنون القتال. وبيقعد نيجل يعيد كلامه أكتر من مرة لحد ما بيعرف سبنسر مهمتهم وهي إنقاذ الغابة. وبعدها بيقول لهم إن عالم جومانجي كله كان مستنيهم، وده عشان ينقذوه من المصيبة اللي حلت عليه. وقتها سبنسر بيلاقي جواب معاه مكتوب فيه اللي حصل للعالم ده، وبنعرف إن كان في شخص شرير اسمه راسل قدر بمساعدة العصابة بتاعته إنه يروح لتمثال كبير في الغابة اسمه تمثال النمر، وهناك أخد الجوهرة اللي كانت موجودة فيه. وأول ما راسل سرق الجوهرة فهو كده بقى قادر على التحكم في عالم جومانجي بالكامل وخلاه عالم شرير. لكن نيجل قدر يسرق الجوهرة من راسل وهو نايم واداها لسبنسر، وبيقول له مهمتك انت وفريقك انكم ترجعوا الجوهرة دي لمكانها من تاني. واول ما يعملوا المهمة يقولوا اسم اللعبة بصوت عالي عشان يخلصوا مهمتهم. وبعدها بيديهم خريطة وبينزلهم قريب من سوق، والسوق ده يبقى بداية مهمتهم، وبيقول لهم هتلاقوا الجزء المفقود هناك. ولما بيفتحوا الخريطة بتبقى مقطوعة، والجزء المفقود ده غالبا هو جزء من الخريطة. ساعتها الخريطة بتبقى فاضية وما فيهاش اي حاجة، وبيكونوا مستغربين من الموضوع، لكن بيساني الوحيدة اللي بتبقى قادرة انها تشوف الخريطة، وده بسبب قدرات شخصيتها. وفي وقت ما بيساني بتحاول تشوف هيمشوا ازاي على حسب الخريطة، بيدوس سبنسر على صدره بالصدفة وبيطلع له قايمة فيها نقاط الضعف ونقاط القوة بتاعته، وبتكون نقط قوته هي الشجاعة والسرعة والتسلق، ومفيش ولا نقطة ضعف. ومارسا بتكون قادرة على استخدام كل فنون القتال لكنها ضعيفة ضد السم. أما بيساني فمهاراتها في العلوم المختلفة زي علم الخرايط وعلم الآثار وغيره، لكنها مش بتقدر تعمل أعمال شاقة. وفريدج بيكون خبير في الحيوانات ويعتبر مخزن أسلحة متنقل، لكن عنده نقط ضعف كتير زي إنه مش سريع ومش قوي، وكمان هيموت لو أكل كيك. وفي الوقت ده بيتضرب عليهم صاروخ من رجالة راسل، وبتبتدي مطاردة بين الأبطال والعصابة، فبيطلع فريدج لسبنسر بومرنج ضخم وبيرميه على الأعداء، لكنه مش بيصيب
حد فيهم، بس بيلف وبيرجع وبيقتل كام واحد فيهم، ولكن بيكون عددهم كبير فبيقرر سبنسر واللي معاه الهروب وبيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا لآخر الهضبة اللي كانوا عليها وبينطوا في البحيرة وبينجوا كلهم. وساعتها مارسا بتبقى اتصابت برصاصة في المطاردة وبتموت، لكنها بتظهر من تاني، وبيشوفوا ان التلات وشوم اللي كانوا على ايديها بقوا 2 بس، ولما شافوا ايد بيساني هي كمان لقوا نفس الموضوع، وبيكتشفوا ان كل خط منهم بيعبر عن حياة، يعني كل واحد منهم ليه 3 محاولات بس في اللعبة وبعد كده هيموت بالكامل. وفي وقت ما هم في الطريق للسوق بتكون العلاقة بينهم مش احسن حاجة وبيتخانقوا مع بعض، والموضوع بيوصل لدرجة ان فريدج وسبنسر بيتخانقوا، فبيزق فريدج سبنسر فبيقع من فوق الجبل وبيموت، وبكده بقى عنده محاولتين بس. المهم بقى انهم بيصفوا الخلافات اللي بينهم دي وبيروحوا على السوق وبيدخلوا عند خباز وبيقعدوا ياكلوا في عيش طعمه حلو جدا، لكن في الحقيقة ده مش عيش، دي طلعت كيكة. وفجأة فريدجي بينفجر حرفيا، وبكده بيبقى خسر واحدة من المحاولات بتاعته. ساعتها بيجيلهم عيل صغير وبيقول لهم تعالوا ورايا، وبيوديهم لمكان فيه سلة وبيقول لهم السلة فيها تعبان ولازم تثقوا في بعض عشان تجيبوا الحاجة اللي انتوا عايزينها من جوه السلة. فبيفتح سبنسر السلة وبيطلع من السلة تعبان وبيكون هيلسع بيساني، لكن سبنسر بيمسكه قبل ما يوصل لها وبيشيل فريدج انياب التعبان، وبيكون جوه السلة تمثال لفيل وورقة مكتوب فيها اول ما تشوفوا الفيل لازم تتسلقوا. وبعدها بيخرجوا من الخيمة اللي كانوا فيها، ولكن اول ما بيخرجوا بيكون راسل وعصابته مستنيينهم بره، وبيحصل معركة عنيفة بين سبنسر ورجالة راسل، لكن العصابة بتكون عددها كبير وسبنسر لوحده مش هيقدر عليهم. بس في اخر لحظة بيجي شخص غريب وبيقول لهم يثقوا فيه وبيرمي قنبلة دخان وبيهربوا كلهم عن طريق نفق سري، والنفق اللي هم فيه ده بيكون فيه فخاخ كتير، لكن الشخص ده بيبقى حافظهم كلهم ومش بيقف ولا فخ منهم. بعدها بيروحوا لبيت الشخص ده وبيعرفهم بنفسه، فبيقول لهم انا اسمي أليكس وفي اللعبة دي بقالي شهور ومش عارف اخرج وفاضل لي حياة واحدة بس، وعشان كده كنت مستني حد يدخل معايا، وبنعرف ان نقطة ضعفه هي الناموس. المهم بيقول لهم ان المرحلة الجاية لازم انهم يسرقوا الطيارة، ولكن الطيارة عليها حراسة وهو مش هيقدر ياخدها لوحده ومحتاج المساعدة بتاعتهم. وفي وقت ما هم في الطريق لمكان الطيارة بيفهموا أليكس انه جوه اللعبة من 20 سنة مش من كام شهر بس زي ما هو فاكر، وبيوعدوه انهم يرجعوه للعالم الحقيقي تاني. وبعدها بيوصلوا لمكان الطيارة ومرسى بتلهي الحراس اللي على البوابة، والباقي بيدخل مكان الطيارة وبياخدوها وبيطيروا بيها كلهم، لكن ساعتها الحراس بياخدوا بالهم وبيضربوا نار على الطيارة وبيصيبوا واحدة من المراوح، وبيكون أليكس مش قادر يتحكم في الطيارة قوي ومش قادرين يرتفعوا بيها لمستوى عالي، فبينزلوا الخندق كده وبيكون في مجموعة من حيوان وحيد القرن وبتجري وراهم، بس سبنسر بيضحي بنفسه وبيطلع من الطيارة وبيصلح المروحة وبيدخل تاني، لكن في الوقت ده الجوهرة بتقع من شنطة فريدج وبتبقى وسط قطيع وحيد القرن، فبيرمي سبنسر فريدج بعيد عشان القطيع يروح يهاجمه ويعرفوا ياخدوا الجوهرة، وفعلا ده اللي بيحصل وخطتهم بتنجح. وبعدها لما بيهبطوا بيكملوا طريقهم في ناموسة بتقرص أليكس وبيكون خلاص هيموت، ولكن بيساني بتعمله تنفس صناعي، وساعتها في محاولة من محاولاتها بتروح ليه. بعد كده بيكملوا في طريقهم وبيوصلوا لمكان ضلمة، لكن أول ما سبنسر بيمسك الجوهرة ساعتها بينور له طريق، وفي آخره بيكون موجود تمثال الفيل. وأول ما شافوا سبنسر بياخد الجوهرة وبيبتدي يتسلق الأشجار، بس ساعتها بيقع على الأرض وبتيجي النمور وبتاكله وبيموت وبيرجع تاني للحياة. بس للأسف راسل ورجالته بيوصلوا وبيحاوطوا سبنسر واللي معاه، وبتقوم معارك ومطاردات بين الأبطال ورجالة راسل، وفي النهاية بتنتهي بإن الجوهرة بتكون مع فريدج وبيقدر إنه يتحكم في الفيل. وفي الوقت ده بياخد راسل بيساني كرهينة وبيكون هيقتلها، وبيهدد سبنسر إنه يديله الجوهرة وإلا هيقتل بيساني، بس بيجي فريدج على الفيل وبيكون هيهاجم على راسل، بس النمور بتهاجم الفيل، وبسبب الهجوم ده الجوهرة بتقع من إيد فريدج وبتطير في مكان تاني. وساعتها بينقذوا بيساني من راسل، وبتقول مارسا سبنسر انت لازم تتسلق التمثال دلوقتي حالا وما تقلقش انا هديلك الجوهرة في الوقت المناسب. وفعلا بيروح سبنسر في طريقه وبتروح مارسا تجيب الجوهرة، لكن مارسا بتبقى في وسط مكان مليان تعابين ونقطة ضعفها هي السم، بس بتقدر انها توصل للجوهرة من غير ما تموت. وساعتها بيجي راسل وبيقول لها هاتي الجوهرة او هخلي التعابين تعضك، لكن هي مش بتهتم وبتدوس على تعبان فيهم فبيعضها وبتموت، وساعتها بتقع من السما مرة تانية. وفي اللحظة اللي بتقع فيها من السما بتقابل سبنسر في الهوا وبتديله الجوهرة، وبيقدر سبنسر انه يحط الجوهرة في مكانها، لكن اول ما بتتحط الجوهرة ما بيحصلش اي حاجة. وساعتها بيفتكروا انهم لازم يقولوا كلمة جومانجي
بعد ما يخلصوا المهمة فبيقولوا كلهم كلمة جومانجي بصوت عالي، وساعتها اللعنة بتختفي من عالم اللعبة، وكمان راسل بيتبخر من الوجود. بعدها بيجي نيجل وبيبارك لهم عشان خلصوا المهمة وبيسلم عليهم، وبمجرد ما بيسلم عليهم بيرجعوا تاني للعالم بتاعهم، وبيكونوا كلهم مبسوطين انهم اخيرا خرجوا من اللعبة. وفي وقتها بيروحوا بسرعة على بيت أليكس، بس بيكون شكله مختلف 180 درجة، وده لأن اللعبة رجعت أليكس في سنة 1996 مش في 2016، فقدر انه يكمل حياته زي ما كانت زي اي انسان عادي. فبيقابلوا أليكس وبيتعرف عليهم وبيشكرهم على المساعدة، وبيقول لهم من غيركو انا ما كنتش هقدر ارجع للعالم الحقيقي تاني. وبنعرف انه كمان خلف بنت وسماها بيساني، وده لانها هي اللي كانت انقذته من الموت في اللعبة. وفي النهاية بيرجعوا يكملوا حياتهم تاني وبيبقوا اعز اصحاب، وبيروحوا المدرسة وبيكملوا حياتهم بشكل عادي، وبيكسروا اللعبة عشان محدش يتحبس تاني فيها ابدا. وبكده تكون خلصت قصة جزء من افلام جومانجي، واستنونا في الجزء الجاي. ما تنساش تعمل لنا لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تشاركنا في كل جديد، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا. شكرا ليكم، سلام.